جرح في رجلك ممكن لا قدر الله يكون السبب في بترها لو كان عندك سكر وطبعا ما كنتش واخد بالك. القدم السكري من اخطر مضاعفات السكر، والبدايه بتكون بجرح صغير لكن مع الوقت بيتحول لكارثه لو ما اتعالجش صح. طب ليه الموضوع ده بيحصل؟ لان الاعصاب بتاعت مريض السكر بتكون متاثره، فالمريض مش بيحس ولا بالوجع ولا حتى بالجرح، والدوره الدمويه بتكون ضعيفه، فبالتالي الجرح مش بيخف، وللاسف كمان المناعه بتكون اضعف، فاي جرح ممكن يتلوث بسهوله. جالنا قبل كده مريض وكان عنده جرح في رجله، وللاسف ما كانش حاسس بيه وكان بيكمل عليه عادي، وبعد فتره لما اتعمل الكشف والفحوصات لقينا ان الجرح كان واصل للاعصاب، واضطرينا ندخله طبعا الطوارئ، وكان قريب جدا من البتر. فبالله عليك لو كان عندك سكر، رجلك دي امانه لازم تبص عليها كل يوم، ولو شفت جرح ولو كان صغير او لون غريب او حتى ريحه لازم تروح فورا للدكتور. دكتور سكر بيقول لك خطوه بدري ممكن تنقذ رجلك وتنقذ طبعا حياتك.